أن هناك رجل كان يسكن في مكة اسمه أبو بكر الأنصاري. هذا الرجل كان فقيرا، كان حافيا لا يجد طعاما، فاشتد به الجوع. قال أخرج إلى الكعبة أطوف حول البيت لعلي أجد من يطعمني. فيقول خرجت وهو يطوف بالبيت وجد كيسا من حرير، فتحه وجد به عقدا من لؤلؤ. طبعا أنا جعان ومش لاقي آكل، هقول لك حلال عليا، ده ربنا نزله من السماء، صح كده؟ هنقول احنا كده ده رزق يا عم، يا عم ده ربنا بعتهولي، تاخده وتجري. لا، هذا الرجل يخاف الله، هذا كان مسلما ظاهرا وباطنا. فسمع رجلا ينادي: من وجد لنا كيسا صفته كذا وكذا له منا 500 دينار. فأتى إليه الرجل بالكيس فأعطاه 500 دينار، وإذا به ينظر إلى 500 دينار ويقول: والله لا أحرم نفسي أجرا من أجور الله بأجرا من أجور الدنيا. وهو جائع ظامئ عاري حافي، رفض 500 دينار ويمشي الرجل وهو جائع ويشتد عليه الجوع، فيقول: أخرج من مكة لعلي أجد عملا. فيخرج من مكة ويركب سفينة، والسفينة في وسط البحر، يشتد الريح فتنكسر السفينة فتغرق ويغرق الجميع. فيقول: تشبثت بخشبة. ما هذا البلاء؟ الإمام علي كان إذا اشتد به البلاء واشتدت عليه كان يقول لها: زمي، يعني اشتدي. فيقولون: يا أمير المؤمنين لما تقول ذلك؟ قال: والله ما زمت إلا وفرجت، وكم من كربة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فيقول: أخذتني الخشبة إلى شاطئ فخرجت، جففت ملابسي ووجدت قرية فذهبت إليها لأصلي العصر، فصليت العصر وجلست أقرأ القرآن، فإذا بأحدهم يقول لي: أتحسن القرآن؟ تعرف تقرأ؟ قال: أنا أعلمه، ده أنا معلم قرآن أصلا. قال: علم أبناءنا. فيقول: حصل لي الخير الكثير من تعليم القرآن، فهممت حتى أعود إلى مكة. يرجع بارد ومجد، راح غربة وجمع فلوس وعايز يرجع. فقال له: لا، اجلس ونزوجك. قال: لا. قال له: اجلس ونزوجك. هنزوجك يا أخي ببلاش. هناك فتاة مات أبوها منذ أيام وترك لها شيئا يسيرا، تعال نزوجك به. فذهب إلى الفتاة ليراها، فخرجت الفتاة وعلى صدرها العقد اللؤلؤ الذي وجده في مكة. فينظر إلى العقد فيقول الرجل: يا شيخ كسرت قلب الصبية، تنظر إلى العقد ولا تنظر إلى وجهها. قال: والله إن هذا العقد له معي قصة، لقد وجدته في مكة وكنت جائعا ورددته إلى صاحبه فكبر الناس: الله أكبر الله أكبر. لما تكبرون؟ قالوا: والله إنه هذا العقد الذي وجدته، وهذه الفتاة بنت الرجل الذي رددت عليه العقد، وكان قبل موته يقول: والله ما وجدت شابا مثل الذي وجدته في مكة، اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي. لما؟ لأنه مسلما باطنا وظاهرا، لأنه يطبق دين الله حرفيا. أما نحن حتى الدين بنطلع فيه فتاوى غريبة. كل واحد فينا مفتي يا جماعة، رمضان قادم، فرصتك الأخيرة، هتموت يا شيخ. أنا هموت؟ كلنا ميتين. رمضان ده اعتبره إن آخر رمضان هيمر عليك في حياتك وهتموت. ممكن في ناس منا قاعدة تموت قبل رمضان، ملهاش نصيب. فحاول إن رمضان اللي جاي ده احبس نفسك للعبادة،
لسانك ذكر، عينك في المصحف، حياتك وقلبك ولسانك كلها لله. لا تجعل شيئا لغير الله. اوعى تضيع رمضان في الحكاوي، اوعى تروح تصلي وتقف بره تحكي، لا، امسك مصحفك، ما تضيعش وقت، استغل الفرصة، فرصة آخر فرصة في حياتك. أنا مش هقصد في ناس مننا رمضان اللي بعد ده مش هتكون معانا، ورمضان اللي فات كانت في ناس معانا ودلوقتي تحت التراب، والأيام اللي فاتت دي كان في ناس معانا ودلوقتي تحت التراب. أنت الآن في رحمة لأنك حي ترزق، والله أرسل إليك هذه الرسالة، فعد وتب إلى الله.